أكيد مثل ما نهنا في بداية البرنامج عندنا ضيوف بالاستوديو اليوم في هذه الفقرة. عندنا ضيف بالاستوديو نتحدث معاه عن المساعدات اللي يقدموها في مطرانية كاتدرائية الكلدان في كركوك، وشنو نوعية المساعدات اللي يقدموها والمن يقدموها، وشنو هي الفترات اللي يقدمون بها هذه المساعدات. احنا نعرف انه كركوك هي مدينة التعايش، مدينة الأخوة، مدينة الحب والسلام. وأفضل كلام ما قيل عن كركوك هو كلام الرئيس مام جلال عندما قال: كركوك مدينة التآخي ومدينة شدة الورد. فأكيد الأخوة في مطرانية كاتدرائية كركوك، يعني احنا بدنا نقول على لسانهم انه دا يمشون على هذا الكلام او على هذا النهج، انه دا يقدمون المساعدات ودا يساعدون الناس في كركوك بدون اي فرق. فاليوم ويانا بالاستوديو الشماس خليل ابراهيم قدمتو خبرته. بالسيمة. صباح شكرا الخير. شكرا. صباح الخير. الخيرات. قدمتوا خبرتك اثنيناتكم. شكرا شكرا. لك، عزيز. نورتنا. الله يحفظكم. شكرا. اذا ممكن توضح لنا انتم شنو عملكم في كاتدرائية الكلدان وشنو اللي تقدموها للناس. اكيد. هي كاتدرائية الكلدان بكركوك هي واحدة من اكبر الكنائس الموجودة، عندنا 3-4 كنائس موجودة في كركوك. نعم. وتاريخها قديم اكيد، بقدم تاريخ كركوك. نعم. احنا مجموعة من الشبيبة الموجودين بالكنيسة. طبعا أنا أحمل صفة شماس اللي أنت قلتها. شماس هو الشخص اللي يساعد الكهنة والمطران الموجود بالكنيسة. أنا حاصل على شهادة بهذا المجال، يعني دارس اللاهوت والفلسفة لمدة 4 سنوات، وعلى أساسه تطورت بالدرجة الشماسية اللي يعني أنت جنابك يعني بس أوضح أنه كلمة شماس هي كلمة الخادم. فمن كلمة الشماس تعلمنا الخدمة، نخدم مجانا، يكون هدفنا هو العطاء. وهذا الشيء أكيد تعلمناه من الكتاب المقدس، من الإنجيل، أنه دائما أنه يكون عندنا العطاء. احنا مجموعة من الشبيب الموجودين في أبرشية الكلدان. نعم. وجنابك دا تقول مطراني. المطراني هو المقر أو المطران اللي هو دكتور يوسف توما، اللي هو اللي يوجهنا وهو اللي يقودنا. نعم. شغلنا هو مختلف. عندنا فريق مسرحي، نركز على شغلنا مع الأطفال في كثير من الأمور، يعني مشاهد مسرحية. زائدا نسوي أمور للأكبر، يعني سوينا مجموعة أفلام عن كورونا توعوية، سوينا فيلم توعوي لمركز أورام السرطان حتى نجمع به تبرعات. زائدا عندنا جانب اللي نجمع به تبرعات، نوع من أنواع التبرعات المادية، نجمع من الناس عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، والغرض من عندها أنه نشتري علاجات للناس اللي هم مصابين بهذا المرض اللعين، وعلى قدر الإمكان أنه نحاول نساعد الناس بهذا المجال. نعم، يعني أنتم من تساعدون ما تساعدون فقط يعني للكلدان، إنما للكل. بالعكس، أصلا ما عندي ولا شخص كلداني أو مسيحي خلينا نقول نعم. بهذا المجال. يعني أي شخص يحتاج مساعدة. أنت هسه قلتوا شدة ورد. نعم. شدة الورد أكيد ما راح تستنقين وردة عن أخرى. الكل مشمول، لكن بحجم على قدر إمكانياتنا، يعني بأمور بسيطة. نعم. يعني نعم. نقدر نساعد بها. نعم. تركيزكم أكثر شيء على مرضى السرطان، لو يعني أنتم تشوفون أنه بهذا المجال تكونون أفضل؟ يعني أنا بالنسبة لي شوية مركز على موضوع السرطان، لكن مع الشبيبة عندنا مشكل أمور. يعني الكنيسة مثلا مركز الأورام السرطانية، الكنيسة في كركوك كان عندها في الدور كلش بارز وياهم. يعني أبسط شيء في وقتها بمبلغ تقريبا أكثر من $45,000 اشترينا أجهزة هود. هذه الأجهزة كانت كلش مهمة، لأنه ما عدا المرضى اكو ناس هذول الجنود المجهولين اللي يشتغلون، اللي يسوون الخلطات الكيميائي هذه كلش خطره. فسابقا كانوا يشتغلون على الكاونتر بدون اي وسائل حمايه لهم. وهذول هم معرضين انه ينصابون بهذا المرض. فاشترينا لهم هودات 2 هذه اللي هي تفلتر الغازات السامه. اشترينا جهاز ماموغراف اكثر من $75,000 في وقتها. هذا الجهاز اللي يكشف الكشف المبكر عن سرطان الثدي. سوينا اهتمينا في بقاوش الأطفال، سوينا لهم بردات حتى يكون مخصص كل طفل
انه يكون خصوصيته موجوده بهذا الشيء. لولنا شويه، غيرنا الجو، الروتين الموجود، الالوان الما حلوه، ننطي شويه امل بالالوان. سويت لهم مكان مال العاب خارج القاوش حتى الاطفال تعرف الم الكيميائي والمرض والحاله النفسيه، فحتى في اوقات معينه ممكن يطلع انه يقدر يغير جو الطفل هذا، يعني حتى يقدر يتحمل هذا الشيء. ما عدا هذا الشيء عندي فريق اخر قلت لك المسرح، وعندي فد مجال ايضا كلش مهم، مع الاسف احنا شويه تاركين ما مهتمين له، اللي هو التحرش الجنسي بالاطفال. يعني احنا نشتغل بهذا المجال، عندي فريق نسوي برامج توعويه للطفل وللعائله. الاطفال المستهدفين هم خلينا نقول من عمر 5 إلى 10 سنوات. هذول نعلم الاطفال انه منو اللي تتامل له. والنقطه الاهم دائما انه احنا الشرير دائما نعتبره انه قرون واسود يكون وعيونه حمراء، بينما المتحرش هو انسان لطيف وريحته طيبه وملابسه نظيفه ويكون لطيف مع الطفل، يعني ممكن يغريه بهدايا. فنركز على هذا المجال، انه نعلم الاطفال انه شلون يحمون نفسهم هذه البرامج اللي تتحدث عنها انتم وين تقدموها؟ يعني عندكم مواقع تواصل اجتماعي، عندكم قنوات خاصه بكم، لو عندكم مثلا اماكن انه تجمعات وتذيعون هذه المواضيع؟ يعني هي هم تجمعات وهم، يعني مثلا هذه موضوع التحرش الجنسي بالاطفال سوينا كتاب رسمي الى مديريه تربيه كركوك وحصلنا موافقه، وسوينا زياره لمجموعه من المدارس نجمع الاطفال ونشتغل عليهم. نفس الشيء مع مركز اورام السرطانيه، ايضا عندنا تواصل مع مدير المركز ومع الشباب الموجودين هناك، نحاول نقدم، هم يساعدونا. يعني مثلا المحتاجين هم الشباب الموجودين بمركز اورام سرطانيه يتواصلون ويانا، يقول مثلا عندنا حاله محتاجين كذا مبلغ، محتاجين كذا علاج، نوجه ناس انه يتبرعون وغيرها من هذه الامور يعني. نعم. أستاذ خليل، يعني شلون الواحد يقدر يتواصل وياكم إذا كان يريد مساعدة منكم أو يريد إنه يساعدكم؟ يعني هو يتواصلون عن طريق الكنيسة. هذه بالنسبة إذا أكو شيء يخص السرطان دا أحكي، مو جميع التبرعات العينية ما متوفرة بمثل سابقا، هسه أكيد بكميات أقل وتندرس الحالة. بالنسبة لمركز أمراض السرطان ممكن إذا نقدر نساعد بشيء معين. عندنا أيضا عيادة خيرية بكركوك أيضا، هذه أيضا يتواجهوا لها بشكل الناس الموجودين بأخذ العلاج، أو عندنا دكاترة كل يوم جمعة تقريبا 3 أطباء يقعدون موجودين. ما عدا هذه عندنا المسرح، مسرح هذه الأمور دا نقدمها موجودة أيضا في كركوك. وهسه أصلا بالنية مع أستاذ محمد اللي هو محمد الحمداني اللي هو نقيب أدباء كركوك أعتقد. هسه بالنية على أساس في رمضان راح نبلش نشكل فريق مسرح طفل. ما عندنا في كركوك مسرح طفل. وأول فكرة نريد نشتغل عليها هو الوضع البيئي. نشتغل على المدارس الأطفال، نعلم ذول الأطفال إنه أقلها الجيل اللي بعدنا يحافظ على هذه الأرض وعلى بيئة هذه الأرض. أكيد من النقاط المهمة موضوع البيئة. زين أستاذ خليل، المساعدات اللي يعني أنتم تحصلوها مو اللي تقدموها، من الناس الاعتياديين، من الناس اللي عندهم مال، أو من المسؤولين، لو شنو نوعية المساعدات اللي يعني تبرعات الناس؟ اكو ناس تنطي زكاتهم، اكو ناس تنطي اللي عندها زيادة. مثلا ياما سوينا حملات برمضان، جمعنا فلوس واشترينا سلات غذائية خاصة في فترة كورونا، كمامات، مكمامات، معقمات المركز أورام سرطانية. اشترينا سلات غذائية لعوائل المرضى أيضا، يعني للتركيز على موضوع السرطان. فهو هذه يعني هو عطاء الناس. وننزل احنا بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهم اصدقائنا يعني يدزوا لنا اللي يقدرون. اكيد يعني مو بس من العراق، يعني تجينا مبالغ صحيح تكون بسيطه، لكن اكو ناس تهتم بينا ايضا خارج البلد يحاولون يساعدونا يعني. نعم. أستاذ خليل، عندكم مشاريع الفترات القادمة، وعندكم مشاريع أنه تقدموها لمحافظة كركوك أو لجنة محافظة كركوك؟ هسه أهم مشروع الكنيسة تسويه فشي كلش هو على مستوى الحكومة مفروض تسويه، لكن الكنيسة مهتمة به، اللي هو مجال البيئة. الكنيسة هسه ماخذة على عاتقها منطقة سيكانيان. تعرفون منطقة سيكانيان ما شاء الله هسه عامرة وكبيرة.
والمدرسه نشكر الله انه حصلنا هسه عندنا مدرسه، راح تصير عندنا مدرسه انترناشونال بكركوك، وهذه فشي ايضا انجاز للكركوك انه اخيرا راح يصير عندنا مدرسه معتبره، ناس اجانب راح يدرسون بها. هذه ايضا فشي كلش مميز راح يكون لسيكانيان ولاهل كركوك. عندنا المطرانيه هسه ماخذه على عاتقها موضوع البيئه، الطاقه الشمسيه. هسه كل كنائس كركوك مع مرفقات الكنائس صارت معتمده على الطاقه الشمسيه. كل كنائس كركوك؟ كل كنائس كركوك. جميل. الكلدان. نعم. الكلدان مع مرافقها. يعني المدرسه الموجوده بسيكانيان بدها تعتمد على الطاقه الشمسيه، الكنائس الموجوده بسيكانيان بداخل كركوك معتمده على الطاقه الشمسيه. زائدا المشروع الاخر اللي تسويه الكنيسه انه انت كشخص ساكن في سيكانيان او حاليا بدنا نبدي على مستوى المسيحيين، خلينا نقول انه بدها تسحب 10 امبير او 5 6 امبير مولده، تعال انا انطيك مبلغ وشد لك طاقه شمسيه، وانت المبلغ اللي بدها تنطيه للمولده انطي لنا اياه. فهسه اكثر من راح نوصل 20 بيت، واحد من عندهم اني انه بيتي هسه قطعنا خط المولده، بدنا نعتمد بالنهار على الشمس وبالليل بدنا ناخذ من البطاريه. هذا فشيء كلش مهم ومنجز، المفروض انه الحكومه هي اللي تقوم به، مو على مستوى كنيسه، لانه انت تعرف راح تقلل من استعمالاتك للغاز، تلوث البيئه، وايضا راح تقلل من الحمل على الطاقه الكهربائيه. وعندنا اصلا مثلا في سليمانيه، لانه سليمانيه ايضا من الناحيه الكنسيه تابعه لكركوك، بنينا قبل 3-4 اسابيع صار افتتاح مركز الزهايمر، هذا كل العراق ما موجود من عنده، لاول مره في سليمانيه انبنى. وبنفس المركز اكو ايضا مركز للتوحد وعلاج طبيعي. هذا المركز ايضا كان يعتمد على الكهرباء الوطنيه والطوارئ. هسه المركز 100% معتمد على الطاقه الشمسيه. وبسليمانيه اكو فشي ما موجود يمنا بكركوك، انه الطاقه من انت تاخذ كهرباء من الشمس تنطي للبطاريه، الزايد يرجع للوطنيه. هذا موجود في اوروبا، وبسليمانيه موجود انه الطاقه الكهربائيه الشمس راح تولده. يعني قامت المركز الزهايمر بيت الرحمه هو اللي الرحمه هو اللي ينطي هسه كهرباء للوطنيه، دي غدي الوطنيه. وهذا شيء كلش مفيد للجسم. ما عدا هذه بسيكانيان ايضا الكنيسه زرعت اكثر من 1000 شجره على حسابها، واهتمت بالاشجار، يعني مو بس زرعتها وتركتها، لا اشتروا تنكر وصارت عمليه السقي. وهسه سيكانيان كل بيتك وقدامه شجره ما عدا الجزرات الوسطيه. وهذه كلها هي واجبات الحكومه، لكن احنا كناس، احنا كمواطنين ككركوكليين نعتبر نفسنا انه ايضا من واجبنا انه نقدم هذه الخدمات. هي نوعا ما هو وعي، انه بدنا نوعي غيرنا، وبنفس الوقت احنا بدنا نقدم خدمه لهذه المدينه اللي تستاهل، يعني احنا نحبها. كل كركوكي يموت على كركوك. الحكومه تتغير ولكن الاهل هو اللي يبقى، خاصه كركوك. نعم. اهل كركوك يحبون كركوك كثير. نعم. انا واحد من الناس كلش احب كركوك، صح، ودائما اريد لها الخير يعني. صحيح. استاذ خليل، يعني مو من برنامجكم انه تقدمون هاي المشاريع للمجلس المحافظه او الجهات المعنيه؟ يعني اكيد الكنيسه مكشوفه ومبين، يعني شغل الكنيسه مبين يعني. نعم. يعني مركز التوحد في كركوك الكنيسه بنته وتبرعت به الى مستشفى الاطفال، وهسه في نفس المستشفى ايضا بعد ما مسلمين هو مركز مال الثالاسيميا، امراض الدم. ايضا كان عندنا مشكله موجوده بمستشفى ازادي والمرضى اللي يعانون هناك كانوا، هسه بدنا نحاول انه بلكي ينجز ثالاسيميا حتى يكون لهم مركز خاص. هذه كلها مكشوفه يعني. مجلس المحافظه موجود، واكيد عندنا نواب او اعضاء او ممثلين عن المسيحيين ايضا يعرفون هذه الامور وشايفيها. فامورنا كلها مكشوفه، واحنا مستعدين يعني ننطي هذه الخبره. والدكتور يوسف شخص هو علامه والناس تعرفه، يعني هو لا غنى عن التعريف، وممكن اي شخص يحتاج باي مجال انه يقدر كنيستنا مفتوحه ابوابها للجميع. زين، يعني الشكل الثاني، الحكومه الى اي مدى تساعدكم؟ يعني اوكي انه هم ما ماخذين على عاتقهم المواضيع اللي انتم تسووها، بس الى اي مدى يساعدوكم من المواضيع الاداريه
او المساعدات مثلا تقدمون في الطلب انه سريع الانجاز ولا لا، اعتقد بهالمجال يعني الحكومه ما لها قصور ويانا. يعني حكومه كركوك يعني داعشيه، نقصد كركوك حكومه كركوك يعني لحد الان ما اعتقد عندنا اي مشكله، بالعكس يعني دائما الطلبات اللي على قدر قلتها، يعني احنا بتعرف يعني نحاول نعتمد على نفسنا. نعم. لكن على قدر الموجود ما اعتقد اكو قصور صار، بالعكس يعني الحكومه بكل مجالاتها، يعني ايضا من بدايه ما تاسست حكومه كركوك ولحد الان يعني نحس انه اكو تواصل يعني موجود. كانوا يحضرون دائما لهالفتره الاخيره، كانوا يحضرون في مناسباتنا بالقداديس الموجودين، يعني نحس انه اكو اهتمام، موجودين اعياد قوميه يهنونا. يعني ما عدا هذه المشاريع اللي انا اعرف، اعتقد انه المشاريع اللي تخصنا اللي محتاجيها وممكن يقدموها اعتقد ما مقصرين، يعني مسوين واجبهم. يجوز هو قليل ونستحق اكثر، لكن اوكي. نعم. مقارنة بالسابق نشاطاتكم كثرت ام قلت؟ يعني بعد كورونا شويه كل الناس هدت شويه، تغيرت الامور، لكن موجودين، احنا بعدنا موجودين. وهسه قلت لكم يعني هذا اخر شيء مع استاذ محمد، اذا قدرنا نشكل هذا الفريق المسرحي مع الاطفال، فهذا ايضا راح يكون فد شيء منجز حلو الكركوك. راح نقدر نستثمر هذه الفئه بالمسرح، نحكي عن البيئه، نحكي على واضع المزري اللي موجوده بكركوك. الناس اللي ما مهتمه ممكن باي كل سهوله يفتح جامة السياره ويذب القاذورات من السياره. هذه تحتاج نوعي الاطفال. صحيح. بلكي الطفل اللي قاعد بالسياره هو اللي راح ينبه ابوه يقول له باب صحيح مو صحيح اللي قاعد تسويه انت. ولو هي ايضا من واجبات رجال الدين بكلهم، انه ايضا نوعي الناس، نعلمهم انه النظافه، نحافظ على كركوك. يعني وضعنا ما حلو، شوارعنا مو لطيفه ابدا، و90% هو احنا سببنا. وانا اوجه اللوم على مديريه بلديه كركوك، ما اعرف ليش مدى تحاسبنا ومدى تغرمنا. الغرامه راح تقعدنا وزن. صحيح. فهذه ايضا دعوه لمديريه البلديه، سجل يعني غرامه. المفروض يغرمون. هسه اكو رجال المرور بالشارع، يعني هواي صار عددهم زين انه يشوفون المخالفات المروريه، فاذا اكو لجان تابعه للمديريه بلديه كركوك هم يعني يسجلون شخص واحد بس يفتر مبين المخالفات، مبين القاذورات مال منه يقدر. صح. فنحتاج كركوك مستاهله النظافه، حرامات كان دائما تطلع الاولى بالعراق. نعم. على مجال النظافه، يا ريت هذا الشيء همنا ايضا نقدر. فقلت لك يعني مسرح الطفل ممكن راح مثلا نشوف السلبيات الموجوده بالمجتمع، نحاول انه الطفل هو اللي راح يكون يوجه العائله، بلكي هو يقومهم. صحيح. يعني. استاذ خليل، بالنسبه لمسرحيه الاطفال الى اي مدى يعني عندكم برنامج انه يكون بكل اللغات، يعني حتى انه تروحون يعني على كل المدارس، كل اللغات، كل يعني شو اسمه يعني الاكراد العرب والكرد وكلهم؟ اكيد هو راح نشتغل على هذا الموضوع. يعني اصلا هو الفريق هو كركوكلي. نعم. يعني هو راح يكون اربع لغات بلهجات مختلفه. ف100% يعني هو استاذ محمد اصلا الستاف مالته مشكل يعني. صحيح. يعني عابر حدود القوميه والمذهبيه واللغويه، انه الستاف مالته موجود واحنا ايضا وياه موجودين. فهو الفريق اللي سميت لك اياه كركوكلي، يعني فريق مسرح كركوكلي. راح يكون بكل اللغات. احنا المشكله باقي النشاطات اللي سويناها، لانه كنا نشتغل بس بمجال الكنيسه، فكنا نعتمد على اللغه العربيه ايضا مو السريانيه. كنا نعتمد على اللغه العربيه لانه كثير من الناس المسيحيين ما يتحدثون اللغه السريانيه، لانه حسب البيئه اللي جايين من عندها. فكنا نسوي باللغه العربيه. حتى بوقتها من سوينا هذا فيلم السرطان، حاولنا انه ندبلجه، كان ضروري كلش ندبلجه، لكن ما قدرنا نوصل نتيجه بصراحه يعني. حتى كان عن طريق قناتكم الموقره انه ردنا نسويه، لكن الظروف صارت وبعدين تغيرت الامور ما قدرنا منها. وايضا راجعنا في وقتها اذاعه تركمان الي، ايضا ظروف كانت خاصه فما قدرنا نحقق هذا الشيء. لكن اكيد بالشغل القادم هذه واحد من الاساسيات. قلت لك لانه احنا بدنا نشتغل توعوي، فلازم التوعيه تكون اقلها ب3 أو 4 لغات.
صحيح. يعني راح تتوجهون انتم للمدارس ويكون يعني من هناك؟ اكيد راح نقدم طلبات. البيئه راح نشتغل عليه، اتفاقنا ويا الاستاذ محمد. اول شيء راح نسوي البيئه، راح نسوي كتاب لمديريه التربيه انه تسمح لنا، ونحاول نجمع كل كذا مدرسه او مدرستين على قدر نقدر، ممكن نسوي لنا برنامج. واكيد راح نسوي تنسيق مع مديريه بيئه كركوك او الدائره الشماليه للبيئه اللي هي ايضا موجوده في كركوك. انا موظف بهذه الدائره. اكيد راح يكون تنسيق ايضا معاهم، حتى الشيء اللي نقدمه يكون ايضا نوعا ما بشكل علمي، يعني ما يكون صحيح. ناخذ بصوره عفويه او بدون تنظيم، لا، يكون تنسيق مع الدوائر وناخذ الفكره والشيء بشكل علمي وصحيح نقدمه. استاذ خليل، بما انه تحدثت عن البيئه والمدارس، اكو فكره ببالكم انه تبدون بزراعه الاشجار داخل المدارس؟ لان نلاحظ انه المدارس هسه اكو مشروع، هسه توجه هذا المشروع اللي هو رئيس وزراء يمكن اقره. هسه عندنا اول شيء يمكن 10,000 شجره لازم تنزرع بكل محافظه. وعندنا يعني اقصد المدارس، داخل المدارس مدارسنا ما بيهم. احنا تدري شنو المشكله؟ المشكله مو هي زراعه. هسه اقدر ادبر لك تبرعات احصل لك 5000 شجره خلال 3 ايام. وهذه يمكن اكو منظمه كوكار اسمها سوت هذه المشاريع. المشكله هي ما بعد الزراعه. احنا هاي مشكلتنا ديمومه، منو دي يهتم بهذه الزراعه؟ يعني هسه انت عندك فتره العطله، عطله صيفيه، المدرسه ماكو احد يهتم بها، فتشوف انزرعت كثير مدارس واهملت. هي هذه المشكله، انه بعد الزراعه من اللي راح يهتم بها. طريقه الوسائل الري والسقي لحد الان احنا ما عندنا، لحد الان تشوف يفتح البوري وغرق المنطقه. وانت زرعت لي شجرتين لكن هدرت لي بكذا ألف لتر خلال الشهر انت من المي. يعني ما سوينا كل شيء، بالعكس لو بقينا بلا زرع ولا احنا نخسر هذا المي اللي هو ممكن بيوم من الايام دائما يتحدثون عنه. سنهم تشكلون لجنه، انتم بما انه شكلتوا لجنه وزرعتوا، يعني هذا مو بس عليكم بشكل عام، انه فد لجنه مخصصه مثلا كل منطقه عندهم لجنه انه بين يوم ويوم يجون. هسه هي دائره البيئه هي عندها تنسيق مع التربيه مع باقي الوزارات، راجعه والزراعه انه في صدد انه يشترون مجموعه من الشتوله وراح تنزرع. اكيد وحده من الاماكن المستهدفه هي المدارس 100% ما يقبل غلط، وراح تتوزع. هي عندهم لجان خاصه بالدائره هم اللي راح يحددون المكانات اللي محتاجه انه هذا الزرع. نعم أستاذ خليل، يعني مو بس الناس والحكومة، وأيضا المنظمات الغير حكومية، يعني لأي مدى أنه عندكم اتفاق وياهم أو عندكم يعني علاقات زينة وياهم أنه يساعدوكم بهاي المشاريع؟ صدق عندنا علاقات زينة وياهم، هم دائما نتواصل وياهم بموضوع خلينا نقول إذا عندهم مؤتمرات، إذا عندهم ورش عمل نستفاد من عندهم كخبرات. لكن بمجال العمل خلينا نقول من ننزل للشارع ما مصادفه، يعني بصراحه ما مصادفه، لانه خلينا نقول ما محتاجيهم لحد الان، لكن اكيد من نحتاجهم ما راح يقصرون. صحيح. بس اشتغلنا ويا منظمات، يعني مثلا في وقت بعد ما خلصنا من داعش كان عندنا المخيمات موجوده، موضوع التحرش الجنسي، يعني اشتغلنا ويا منظمتين، رحنا لداخل المخيمات، قدمنا واحده من المخيمات بليلان كان وبحي واحد حزيران، رحنا قدمنا وعينا ذول الأطفال، لأنه ذول الأطفال كانوا معرضين. لكن عندنا مشكلة أيضا صادفتنا، أنه هذا الموضوع ما قدرنا نشتغله بالمدارس. التربية وافقت، ومشكور مدير قسم الصحة مديرية تربية كركوك كان ويانا وحضر ويانا كم فقرة، لكن هذا الموضوع قدرنا بس نقدمه في كم مدرسة سريانية ابتدائية. باقي المدارس الإدارة ما كانت تقبل، ماخذ الموضوع ده تفهمه غلط، يعني انه لا تثيرون هكذا مواضيع، بينما هو واقع. عشرات الاطفال عندنا احنا تنعرض، عندنا تحرش الجنسي المكشوف وغير المكشوف، صح. وهذه نقدر نسميها آفة موجودة بكميات كثيرة جدا، لكن احنا نطمطم ونضمضم. فاحنا اللي بدنا نسويه بدنا نعرف الطفل من هو الشرير ومن هو غير الشرير، وعندك أجزاء بجسمك من اللي يحق له أنه يلمسها ومن اللي يحق له أنه يشوفها. بعدين أكثر النسب اللي تتحدث عن التحرش الجنسي، النسب الأكبر هي تكون الأقارب، ممكن العم، الخال، ابن العم، هذول اللي أكثر اللي يتحرشون بالأطفال.
فاحنا نطمطم ونضمضم، وهذا الشيء له مردود سلبي. فكنا نعاني كثير مع ادارات المدارس، ما يقبلون اصلا، مو ما يتعاونون، ما يقبل هيك موضوع مثير للاطفال. بينما التكنولوجيا هسه اكتشفنا انه الاطفال واصلين مراحل متقدمه جدا بموضوع الثقافه الجنسيه، خلينا نقول يعرفون كل شيء الاطفال. صحيح. نتمنى انه اداره المدارس في الاوقات القادمه يكونوا متعاونين وياكم في هذا الموضوع. احنا مستعدين أكيد نقدم أكيد. هذه الخبره اللي عندنا يعني. غنينا عن التعريف. استاذ خليل، اذا بالنهايه عندك رساله، عندك شيء تقدمه او توجهه للكركوكيين؟ كركوكين نظافه. شوارعنا قذره مع الاسف. يعني يا ريت احنا بس نسد الجامع ونذب بكيس داخل السياره حتى نعلم اطفالنا النظافه موجوده بالمذاهب، بالاديان يتحدثون عن النظافه. هي اهم كثير امور بحياتنا بدنا نسويها. فاحنا بدنا نتعدى على غيرنا، من انا اذب الوساخه بدي اتعدى على غيري. يا ريت لو نكون نضاف اكثر وقلب على قلب، والمحبه تكون موجوده بين الكركوكين مثل ما كانت سابقا، تستمر وتزيد ان شاء الله. ان شاء الله. بسيمه رابع، شكرا جزيلا. شكرا لوجودك اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لك، واكيد الشكر موصول لجميع مشاهدي قناه كركوك. ان شاء الله قدرنا خلال الفقرات نقدم لكم شغلات مميزه ومفيده لكم. نلتقيكم دائما على الحب والموده في الحلقات القادمه، والى اللقاء. الى اللقاء.